جمعيات خيريه، وما نساوش المغاربه كاملين يتعاونوا. المهم كلشي واقف. هادشي راه هضرنا فيه في لي فيديو، عاودنا هضرنا فيه، والله ما بقيتش حملت نهضر في هادشي، والله العظيم. غير هي حتى نشوف هاد لي فيديو قلت سبحان الله، كون ما خرجوش هاد الناس راه كارثه. إخوان القوى كامل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بدوار أغبان جماعة النقوب إقليم الشاون، لا إله إلا الله. دوار كامل الإخوان، وبحال هذا الزلزال الإخوان، نسأل الله السلامة. اليوم الجمعة 6 فبراير 2026. يا رب السلام، يا رب السلام، يا رب. فشل ذريع في حماية الشعب المغربي، سياسات عاجزة والمواطنون في معاناة، منازل مهدمة، شوارع غارقة، آلاف الأسر محاصرة، والمواطنون يتركون وحدهم لمواجهة الكارثة بوسائل بسيطة. الفيضانات كشفت الوجه الحقيقي للمخزن الفاسد الذي يختبئ وراء الدعاية الكاذبة. لا خطط، لا تدخل، لا حماية ولا أي استعداد، كل شيء مترك للجهود الفردية. إخوان السلام عليكم. كما سمعتوا هذا الإعلام الجزائري كيحاول يوسخ الصورة ديال المغرب في العالم. الإعلام الجزائري عامة يحارب المغرب وتشويه صورة المواطن المغربي أو تشويه صورة المملكة المغربية. كما كتشوف أخوتي، الحماية اللي كانت للمواطن بمدينة قصر كبير، جميع المقاومات السلطات حاضرة وكتدعم وكتعاون المواطن المغربي. شكرا السلطات المغربية لحماية الشعب المغربي. احنا مغاربة كنفتخروا بالأمن والأمان اللي عايش فيه الشعب المغربي. كما كتشوفوا هذا الكار أنا موجود فيه، مخرجنا من مدينة القصر الكبير في الأمن والأمان تحت حماية السلطة المغربية. ولا مواطن مغربي تعرض للضرر، كل شيء الحمد لله في حماية السلطة المغربية. إلا الإعلام الجزائري كيحاول يوسخ الصورة ديال الأمن ديال المغربي ويتهم المخزن، كما كيقولوا هما المخزن المغربي ما اهتمش بالمواطن. ولكن أخوتي الحمد لله الأمور بمدينة قصر كبير الأمور غادا مزيانة، وحماية المواطن وتحية المخزن المغربي كما كيقولوا الدولة اللي منهوك، تحية السلطات المغربية اللي هي في حماية المواطن المغربي. كما كتشوفوا احنا خارجين من مدينة قصر كبير في الأمن والأمان، وأحسن كيران اللي حاضرين لحماية المواطن المغربي. والحمد لله نحن مغاربة ونفتخر. إما الناس اللي منهوك اللي كيتكلموا بسوء على المغرب كيتهموا المخزن المغربي ما قايمش بالواجب ديالو. الحمد لله خرجنا من المدينة بسلم وسلام وعايشين بخير، وجميع الناس المتضررين